السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون الدجاج في الفران، اللي غادي يكون بواحد لاصوص لي زوينه بزاف. كنتمنى تتبعوا معايا الطريقه حتى للتالي. عندنا هنايا الدجاجه اللي غسلناها وقطرناها مزيان رقدناها في الملحه والحامض والخل وقطرناها مزيان. كيف كتشوفوا انا حليتها هنايا من الوسط. الا بغيتو ديروا يعني غير الفخوده ديروهم، بغيتو ديروا غير الصدوره ديروهم، المهم الدجاج على حسب قياسكم. هنايا لاصوص اللي قلت لكم عليه. غادي نديروا جوج ديال دانونات مسوسين ياغورت طبيعي، كنديروهم بحال هكذا في شي سوبيره اولا في شي حاجه اللي غادي تصاوبوا فيها. كيف كتشوفوا انا غادي ندير كميه هنا شويه كثيره، داكشي باش درت جوج ديال دانونات، ممكن ديروا غير واحد. عندي هنايا لا موطارد اولا الخردل، غادي ندير منه 2 معالق صغارين كيعادلوا معلقه كبيره. اللي عنده لا موطارد دوك الحبيبات مرقدين ما عارفاش السميه ديالو، يديروا حتى هو الا كان عندكم موجود، زيدوه في هذه الخلطه هذه. عندي هنا واحد الريس ديال الثومه كبير شويه محكوك في الحكاكه الرقيقه. هنايا كيف تشوفوا عندي العطريه، عندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال الكاري، عندي معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ملح حسب الذوق، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ونص معلقه ديال الابزار. الكاري ضروري يكون في هذه الخلطه هذه، الا ما كانش عندكم الكاري ديروا العطريه ديال الدجاج. شويه ديال التحميره، اللي ما كيبغيش يدير التحميره ما يديرهاش، انا درتها غير على حسب اللون. صافي، وغادي نخلط هاد لاصوص ديالي كيف كتشوفوا حتى غادي يولي على شكل كريمه. ضروري نخلطوه مزيان لان داك التحميره فيها شويه الحبيبات. كنستمروا كنخلطوا بحال هكذا باش كتنسجم ليا هنايا العناصر كلشي مع بعضياتهم. صافي، ملي كتخلط ليا هادشي كلشي كيف كتشوفوا كنطلقوه مزيان. كنجيبوا الدجاجه ديالنا، كنكونوا موجدين لها بحال هكذا شي لاطه ديال الفران اولا شي قزديره، المهم الحاجه اللي كتدخلوا الفران، وكنبداو ندهنوها بحال هكا. كندهنوها بلاصوص ديالنا، وضروري تكونوا تشكينها شويه بالعويدات ديال الكيردون ولا ندوزين عليها هكذا. ندير لها شويه ديال الفلاحي بالموس، هنا مفلحه من الجهه الاخرى ماشي من القدام. صافي، كنحاولوا نلبسوها مزيان بداك لاصوص ديالنا. صراحه كتجي زوينه وكنتمنى انكم تجربوها لان كتستحق التجربه. هاد لاصوص زوينه بزاف يعني، ومبدله على الطياب اللي كنديروا دائما، يعني الطياب البلدي مبدله عليه. واهم من هادشي كتجي بنينه بزاف. لا موطارد كيعطيها واحد النكهه زوينه. صافي، كما قلت لكم كنحاولوا ندهنوها حتى من الظهر ديالها. انا هنايا خدمت يد ديالنا المعلقه ما سلكاتنيش باش كندخل فيها داك الشرموله مزيان. صافي، هنايا كنت لبستها من الجويه بجوج. صافي، داك شويه ديال لاصوص اللي بقات ليا غادي نزيد معاها تقريبا واحد كاس ديال الماء، غادي نخلطها وغادي نخويها مع الجناب بحال هكذا كيف كتشوفوا. يعني هذه هي المريقه ديالها، هذا هو لاصوص ديالها اللي غادي يكون. هذوك داك شويه ديال الاخر اللي قطعت مع الجناب، هذوك غير واحد داك الكبيده والقنصه وداك الشيء اللي بغى يديرهم اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش تقطعات. هنايا كندير واحد شويه ديال الزيت كيف كتشوفوا عندي انا مخلط شويه ديال زيت البلديه وشويه زيت الروميه. كندير غير واحد شويه ماشي بزاف، تقريبا واحد 2 معلقات، غير باش كيعطي ديك اللمعه وصافي ما كيجيش داك لاصوص ناشف. صافي، ملي كنساليو هنا كنغطيوه بالومنيوم كندخلوه الفران. ها هي الدجاجه ديالي ملي خرجات كيف كتشوفوا. انا تقريبا درت ليها هنايا واحد 40 دقيقه على الحراره 200. هاد لاصوص اللي كيبقى لنا هنايا في اللاطه كنحيدوه كيف كتشوفوا، كنردو الكاسرونه اولا شي طاوه ولا شي حاجه اللي عندكم، وكنعاود نردو يطيب لان لاصوص باقا ما ساليتوش. هانتوما شحال بقى لي انا هاد الكميه، راه تبارك الله راه كافيه وكتجي بنينه بزاف صراحه والله. هنايا عندي واحد معلقه ونص اولا 2 معالق ديال نشا الذره ديال مايزينا،
كنخلطو هنايا بشويه ديال الماء، تقريبا كنزيد لها هنايا تقريبا واحد كاس ديال الماء، خاصها تجيني خفيفه ما تجيش ثقيله، غير زلافه بيضاء ما كيبانش القوام ديالها مزيان. صافي هنا غادي نزيدو على داك لاصوص اللي عندي، صحابني كان كيبان لكم ساعه ما كانش كيبان، ها هو كيف كيجي. كنزيد عليه هنايا واحد تقريبا واحد المعلقه ديال المعدنوس، وزدت له شويه ديال الملحه لان بانت لي ديك لاصوص مسوسه، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال كلاموطارد، معلقه صغيره. واللي ما كيبغيش يجيه داك النكهه ديال لاموطارد مجهده بزاف بلا ما يزيدها، يزيد غير شويه ديال مايزينا والمعدنوس ويردها تقلى واحد شويه غير باش كتختار شي شويه كتقال لاصوص. صافي كيرجع القوام ديالها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كترجع ثقيله شويه بحال هذا الشكل هذا، كتجي زوينه صراحه، كنتمنى انكم تجربوها. صافي وكنوجد الدجاجه ديالي. انا هنايا كنت دايره شويه ديال الخضره في الفران كيف كتشوفوا، كنت محمره خضيره في الفران، حطيت عليها الدجاجه ديالي وغادي ندير لاصوص. والتقديم كيبقى على حسب نتوما كيفاش كيعجبكم تقدموا الغدا ديالكم اولا العشاء ديالكم اولا. صافي هنا كندير عليها شويه ديال لاصوص من الفوق، صراحه جات بنينه وبنينه بزاف، كنقولها وكنعاودها لان واحد البنه فيها ما كتقاومش. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه على الطريقه اللي عجبتنا، كنتمنى انها تعجبكم وبالصحه والراحه.